عارف إحساس لما يبقى عندك مذاكرة كتير وعارف إن الوقت بيجري وعارف إنك لازم تفتح الكتاب، بس فجأة تلاقي نفسك ماسك الموبايل، أو بتقول هبدأ بعد شوية، أو بتقول مش قادر دلوقتي دماغي مش فايقة. والسؤال هنا مش ليه مش بتذاكر، السؤال الحقيقي هو ليه نفسك مش راضية تساعدك، ليه عقلك بيسحبك بعيد عن الحاجة اللي المفروض تنجحك. في الفيديو ده هتكلم عن أسرار مهمة جدا لو فهمتوها صح المذاكرة هتبقى أسهل بكتير، وده وعد مني. خلينا نتفق على حاجة في الأول، المشكلة مش إنك غبي ولا إنك فاشل ولا إنك كسول بطبعك، المشكلة إن دماغك بتحب الراحة السريعة. الموبايل بيديك متعة سريعة، الفيديوهات القصيرة، الضحك سريع، الدوبامين عالي، لكن المذاكرة نتيجتها بعيدة. النجاح مش دلوقتي، الدرجات بعد شهور، المستقبل بعد سنين. فعقلك يقولك طب ليه أتعب دلوقتي؟ وهنا بيبدأ الصراع. كل واحد فينا جواه شخصيتين، الشخصية الأولى عايزة تنجح، تبقى حد مهم، تفرح أهلك وتحقق حلمك، والشخصية التانية عايزة الراحة، عايزة النوم وعايزة الموبايل، وكل يوم في معركة. لو سبت نفسك الشخصية الكسولة هي اللي بتكسب، لكن لو قاومت شوية الشخصية القوية تبدأ تظهر. والمفاجأة القوة دي بتكبر كل مرة بتغلب فيها نفسك. في الإسلام السعي والتعب ليهم قيمة كبيرة جدا. ربنا قال وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني إيه؟ يعني ربنا ربط حياتك كلها بالسعي، مش بالكسل، مش بالتمني. السعي حتى الأنبياء نفسهم كانوا بيجتهدوا، مفيش حد نجح في الدنيا وهو نايم. لكن الجميل في الموضوع إن ربنا مش بيطلب منك الكمال، ربنا بيطلب منك المحاولة. حتى لو ذاكرت ساعة، حتى لو فتحت الكتاب بالعافية، انت كده بتجاهد نفسك. وفي الحديث المجاهد من جاهد نفسه، يعني لما تقاوم الكسل انت في نوع من الجهاد. كتير مننا فاكر ان العبادة بس الصلاة، الصيام، الذكر، لكن الحقيقة ان النية بتغير كل حاجة. لو نويت انك تذاكر علشان تنجح وتفيد الناس وترفع اهلك وتكون شخص نافع، المذاكرة نفسها تبقى عبادة. تخيل كل صفحة بتقرأها ممكن تبقى حسنات، كل تعب ممكن ربنا يكتب لك بيه أجر، بس بشرط واحد، النية. خليني أقولك سر، الناس اللي بتذاكر كتير مش دايما عندهم دافع، لأ، في أيام كتير مش بيبقوا عايزين يذاكروا، لكن الفرق إنهم بيبدأوا غصب عنهم. أول 5 دقايق هي أصعب حاجة، لكن بعد كده الدماغ بيدخل في المود. عشان كده في قاعدة مهمة جدا، ابدأ حتى لو مش عايز، افتح الكتاب 5 دقايق بس، لو بعدهم مش قادر اقف، لكن غالبا هتكمل. غمض عينك لحظة، تتخيل نفسك بعد 5 سنين. هل انت الشخص اللي كنت بتحلم تبقى زيه، ولا الشخص اللي بيقول يا ريتني ذاكرت؟ الندم شعور صعب جدا، لكن الجميل انك تقدر تمنعه من دلوقتي. كل ساعة مذاكرة النهاردة ممكن تمنع سنين ندم بعدين. انت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي، يمكن ده مش صدفة، يمكن ربنا بيقول لك حاجة، يمكن دي اللحظة اللي لازم تبدأ فيها، مش بكرة، مش بعد الامتحانات، دلوقتي. افتح كتابك، ذاكر صفحة واحدة بس، لكن ابدأ، لأن كل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. وربنا يوفقكم جميعا يا رب. ولو الكلام ده لمسك ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.